عوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة جاية أكلمكم إزاي نعالج ونحل مشكلة الرز والطيور واللحمة اللي كل يوم بتغلى عن اليوم اللي قبله. مشكلة الرز حبايبي كتير بيوقفوني في السكة ويقوليلي هنعمل ايه يا خالتي تونة، الرز على طول غالي كل يوم عن اليوم اللي قبله، والعيال بيحبوا الرز. طيب يا حبايبي ازاي نوفر وما نبقاش نهدر الفلوس كتير في الرز؟ اولا الشعرية ارخص من الرز وكميتها كبيرة. عشان نعمل حبة رز كنا بنحط الرز ضعف كمية الشعرية، دلوقتي هنعكس، لو بنعمل نص كيلو رز هنعمل ربع كيلو ونحط الضعف شعرية، هتبقى الشعرية اكتر من الرز بكتير، وهيبقى أجمل طعم كلتوه في حياتكم طعم الرز بالشعرية. وأما بيكون الشعرية في الرز كتير، يعني النص كيلو رز ده هنعمله على مرتين، اللي كنتوا بتعملوه على مرة، بس بنزود كمية الشعرية بدال الرز. دي بالنسبة للرز. أما بالنسبة يا حبايبي للطيور، الفراخ غليت يا حبايبي، لازم نقلل من وزن الفراخ. يعني الفرخة بدل ما نجيبها 2 كيلو هنجيبها 1.5 كيلو، وبدل ما نقسمها على 4 قطع يعني وركين وصدرين هنقسمها على 8، وهنمشي، يعني بدل ما تقضي يوم هتقضي يومين بس يا حبايبي. والناس يا حبايبي رمضان داخل وبيحبوا يعملوا حمام. طب هنعمل ايه يا خالتي تونة؟ ده كان ب60 جنيه بقى ب120 جنيه. بص يا حبايبي، الحمامة هتجيبيها وتحشيها وتسويها وتقسميها بالطول، كل عيل نص، زي ما كان أهالينا بيعملوا زمان. يعني ما اقسمهاش الوركان لوحده والصدر لوحده، لا، اجيب النص كده من اول الحمامة من اول زورها لغاية الاخر نصين، وهتاكلوا حمام وتتبسطوا وترمضانوا. هيا حبايبي. طب بالنسبة للبط، البط دوت اللي كان ب60 ولا 70 بقى ب120. طيب يا حبايبي، بدل ما نعمل دكرين بط هو دكر بط واحد. هيا حبايبي، وبرضو هنقسمه الصدر ده على الصدر دوت النحيادي والنحيادي هيطلع 6 قطع، والوركين هيطلعوا 4 قطع. هيا حبايبي، يعني كل دبوس لوحده والحتة المبططة لوحدها، ادي هيطلعوا كام؟ 8. يعني لو انتوا عيلة من 8 تنفار هتقضيكم وتتبسطوا، والدنيا هتبقى متظبطة، ما تأزموش نفسيكم. اما في اللحمة ما تخلوش الجزار يقطعها، انتوا قطعوها وصغروا حتة اللحمة، بدل ما كنتوا بتعملوا كيلو هتعملوا نص كيلو، ادي وصغروا حتة اللحمة يا حبايبي. وكمان خلي معظم اللحمة تبقى مفرومة، وتحطوها في تحشوا بيها بطاطس، تحطوا عليها برغل وفلفل رومي وبصل وتعملوها كفتة. تحشوا بيها بقى الصواني المكرونة والجلاش. طيب يا حبايبي، ازاي هنزود كميتها؟ هنزودها بالفلفل الرومي، نعمل حبة فلفل رومي كده حلوين عليها نقطعه، وبصل هنزودها، والصينية اللي كنت بتحطوا فيها 4 كيلو لحمة هتحطوا 8 كيلو لحمة. هيا حبايبي، وبكده الدنيا تسهل عليكم وهتاكلوا كل حاجة انتوا نفسكوا فيها.
هي يا دوبك نقتصر في الحاجة شوية، لكن مش هنمنعها. وكل سنة وانتوا طيبين وتمسوا بالخير.